السلام عليكم، هلا معي طيبتي، لاباس عليكم؟ صحيحة بخير؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبأفضل الأحوال. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، وارفع راية الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. مرحبا بالناس اللي انضموا جدد للقناة. قصتنا اليوم للعبرة قصة واحد النهاية ديالها ما كطيحش على البال باش ما نحرق لكمش يعني الاطوار ديال هاد القصه وهاد القضيه او هاد الجريمه. غادي نخليكم تستمعوا القصه من الاول حتى التالي، واللي عجبته القصه يدير لنا اللايك ديالو، يفعل الزر ديال الجرس اذا ما كانش منضم للقناه ديالنا. قناه متنوعه فيها فضفاضه فيها قصص، كل مره شنو كنحطوا. المهم القصه ديالنا اش كتقول وعلى من كتحكي؟ على واحد البنت اللي الاسم ديالها سعاد، ساكنه في واحد الباديه. الخدمه ديالها مسكينه مياومه، كتخدم في داكشي ديال الفلاحه. كتنوض في الصباح مع الفجر، كتمشي تخدم في الفلاحه على والديها وتجي للدار وتاكل وتشرب مسكينه وتنعس عاوتاني لغدا نفس المنوال. الفجر الفلاحه تجي مسخسخه ومدقدقه تنعس. والمهم حياتها مسكينه غادا هكاك حتى لواحد النهار كيجي واحد السيد اللي كيخدم في واحد الضيعه فلاحيه اللي حتى هي خدامه فيها ديال واحد الحاج. جا واحد السيد تما اللي كان يعني كي جارديني، كيدير داكشي ديال القص ديال الأعشاب وداك الشي. وكان تماك جا هو والصديق ديالو وتعرّف على سُعاد. سُعاد اللي كانت نيّة وساذجة لواحد الدرجة بعيدة بزاف، بزاف، بزاف. حطّات عليه الكبدة من النهار الأول وبغاتو من النهار الأول، من الوهلة الأولى. وبقى تيكدب عليها وكيخرط عليها بديك الأخاريط الخاوية ديالو. فغادي يقول لها بأنه سيليباتير ما مزوّجش وباغي يتزوّج وقاصد المعقول وبغاها من النهار الأول وحط عينو عليها حقّا، وشافها هي المتبتة وهي المرزنة في وسط هادوك البنات، وعشقها حق العشق الأولي اللي من النظرة الأولى. وبدا المهم تيخرط عليها تماك، يعني كيكذب عليها غير الخريط وصافي، غير الكذوب وصافي، الأكاذيب. يجيب من لهنا ويحط من لهنايا وطمع البنت بالزواج من الدقة الأولى. تعرفوا شي إنسان يجي عندكم من الأول يقول لكم أنا باغي نتزوج، حاجة طبيعية غادي تيقوه، لأن قصد الزواج وقصد المعقول من الدقة الأولى. البنت مسكينة حطات قلبها عليه ومشات معاه بعيد لدرجة أنه من كيساليو الخدمة في هذيك الجردة أو في هذيك الفيرما، تتمشي هي كتغسل حالتها وداك الشيء وكتلاقى هي وياه وكتمشي هي وياه. فين ما كانت شي جردة ها هما بجوج، فين ما كان شي جنب في شي بحر ولا شي حاجة ها هما بجوج، لأن كانت هذيك المدينة كتطل على البحر. وبقات العلاقة ديالهم هكاك حتى لواحد النهار اللي كتلقى راسها الشرف ديالها في خبر كان، وماشي غير الشرف، الطامة الكبرى هو أن السيدة غتلقى راسها حاملة. أيه، وباش غادي تمشي تهضر معاه وتقول ليه أجي لهنا راني حاملة، غادي يقول لها شوفي أختي، شوفي من جبتي الله يرحم لك الوالدين، شوفي من قلبتي على هاد الخطية هادي، أنا ما كنعرفك ما كتعرفيني، عطيني شبر اتساع والله ما بعدتي مني حتى ندير لك شهابي قلاقل خلاوها المصريين. بغيتي تلصقي فيا هاد الدري هذا، وليني تنتي جلستي بلا شغل. كيف ما مشيتي معايا مشيتي مع اي واحد. شنو غدير البنت مسكينه؟ غتضطر انها تمشي وتقولها للوالده ديالها، وغادي يعطيوهم شي عشوب وشي تخربيق وداكشي راكم عارفين. يعني كاين اللي كيتعاطى لهذا الشيء هذا. الناس القدام عارفين هاد العشوب اللي كيديروا الاجهاضات والاخر، وغادي تمشي وغادي تجهض هذاك البيبي. وخا هكاك غادي تبقى الغل ديال انها ضحك عليها والاخر غيبقى في القلب ديالها. ولكن اش غيدير الاستاذ؟ غادي يولي يرجع ليها في علاقه محرمه، لان صافي كل شيء ميسر. وغادي يبقى معاها هكاك حتى لواحد النهار، وهو غادي يجي واحد السيد اللي كيخدم معاها في ضيعه الفلاحيه. الاخر ما بقاش كيجي لان سالا خدمته. غادي يقول ليها راه هذاك السيد اللي كان هنايا راه مزوج وراه عنده مراته وعنده بنته، تخيلوا معايا. فمين غادي تمشي تواجهه؟ غادي يقول لها وفين هو المشكل؟ انا مزوج وعندي بنتي، وفين هو المشكل؟ شنو ضرك؟ ما ضرك حتى ما ضرك بتا شي حاجه. اصلا انا ديك البنت اللي عندي وطلع لي في راسي، عاد غتزيديني انت شي واحد اخر ولا؟ وزائدون انا عندي مرتي وباغي نتزوج مره واحده اخرى، ولكن ما انا في الاول بغيت معاك المعقول، من تعاشرت معاك ما عجبتينيش وما ما رقتيليش،
في العقل ديالي بالرغم من أن السيد كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت عنده واحد الإعاقة، تخيلوا معايا وهكاك وكيبقى يجرح في هذيك السيدة وكيدمر في هذيك السيدة، فالبنت مسكينة دخلها في واحد الاضطراب. أولا عاد دايرة إجهاض، تعرفوا ديك المرحلة ديال ما بعد الإجهاض أو ما بعد الولادة شنو تيوقع للمرأة، واحد الحالة الاكتئاب يعني كتكون مدمرة. زائد على أنها اكتشفات أنه مزوج وعنده بنيتة، اكتشفات بأنه خاوي من الداخل، العقلية والو، المبدأ والو. السيد بنته كيقول لك أنا ما عندي ما ندير بها، مراته ما عطيها لا قيمة لا والو، فين ما كيمشي شي دوار كيصدق داير تما فيه يعني شي خليلة أو صديقة، فشنو غادي دير؟ غادي تقول ليه غنتلاقاو أنا وياك في العشية أو لما يطيح الظلمة في البلاصة الفلانية. وبصح كانوا متعودين يمشيو لواحد الدخشيشة ويتما يقضيو الغرض ديالهم. غادي تخليه حتى ينزع الملابس ديالو باش يبداو في المعاشرة الجنسية، وغتكون مضات واحد الموس اللي دايه تحت منها وغتبقى تعطيه غير الستر حتى طيحو تماك ميت. من بعد ما مات غادي تقبط الشجر والاخر، وهداك غادي ديرو فوق منه وغادي تخليه تماك وغتمشي لدارهم حتى يتنص الليل نيت بمعنى الكلمه. وجات وحفرت ليه حفره وحيدت حتى ديك الجلابه اللي كانت موسخه عليها ودفنات كلشي تما وجات بحالتها للدار وكأن شيئا لم يكن. دازت 20 يوم على الاختفاء ديال الزوج ديال هذيك السيده اللي اختفاء ديالو. ومراته بقات، الزوجه ديالو بقات كتقلب عليه، مشات عند السلطات وقالت لهم انا راجلي تقريبا فوق 20 يوم باش مشى ما ولاش رجع للدار، وبقاو كيقلبوا عليه حتى بقات التحريات. ها هو سير عند صاحبه، سير عند ولد خالته، حتى قالوا بانه كان كيخدم في واحد الضيعه فلاحيه عند واحد الحاج. مشاو عند الحاج وبداو كيهضروا معاه وكيلقاو بان الحاج عنده الخبار على على هاد السيد اللي كان كيخدم عنده. وقال ليهم وصرح بان هاد التخينه هذا راه ما كانش شي واحد، هاد الجارديني ما كانش شي واحد اللي داخل سوق راسو، وانما راه جا هنايا وكيقولوا بانه كان مصاحب مع شي وحده وحمل شي وحده وراه دارت الاجهاض. يعني القصه كانت خارجه عند الناس واهل الباديه. أهل القرية كانوا عارفين بشنو وقع. مسكينة لسعاد، غوتوا لسعاد، وصلوا ليها البوليس، غوتوا ليها هي والأم ديالها. سعاد كانت مرتبكة في الأول وكتقول لهم لا ماشي أنا ما كان كذا. كذبت عليهم، قالت لهم أنا باقا بنت. سولوها قالوا لها واش انت كنتي على علاقة مع السيد؟ قالت لهم إيه جا خطبني. إيه ومن خلال هكا الهضرة كتجيب هضرة، قالوا لها واش انت باقا بنت؟ قالت لهم إيه أنا باقا بنت. ولكن من خلال التحريات ديالهم اللي كانت شملات كاع البنات اللي كانوا كيخدموا مع سعاد، صرحات واحد البنت وقالت لهم راه صاحبتي سعاد راه هاد الايام ما كانتش كتخدم معنا وراها مريضه، راه كانت مريضه. باش مريضه السيده من شافت البوليس راكم عارفين والعقل على قدو داكشي، قالت لهم راها دارت واحد العمليه ديال الاجهاض وانا صاحبتها من الانتيم، من القلب للقلب. وراه عاودت ليا على ان هذاك الجارديني راه ضحك عليها وحملها ودارت الاجهاض واستقم زواج وشحال من حاجه. اذا غادي يديروا لهم المواجهه وغادي تقر سعاد بشنو دارت في الجارديني، وغتقول بانه راها هي اللي صفتها لي على اثر انه كذب عليها، غرر بها، ضحك عليها، حملها. واخا هذا الشيء صراحه ما نكذبوش، يعني ما كانت حاجه بالغصب، هي اللي سلمت راسها ليه. بانه فين كنتي كتمشي؟ لا كنت كنمشي مره جنب البحر تحت شي شجره من راف، فين ما كانت شي شجره ها هما تما داك الشيء. يعني شنو غادي نقول لكم، سوقي لابعد حد ووحشي لأبعد حد والأقصى حد. فاش غادي يديروا؟ غادي يتم الاعتقال ديالها وغادي تجيب يعني الماد هذيك الآلة ديال اللي صفاتها ليه به، ومشاو حفروا على الجثة وجبدوها لا هي ولا الجلابة. وداك الشيء اللي قالت لهم هو اللي كاين. غيتحكم للأسف عليها مسكينة ب30 سنة. واللي وقع هو اللي ما غاديش يدخل لكم من الدماغ ديالكم، هو مات. وهذيك المرأة وهذيك البنيته اللي هم الله سبحانه وتعالى، هي دخلت للحبس ب30 سنة. الأم ديالها وهما تيديروا تحريات معاها والاستجوابات معاها وباقين عاد كيديروا المحاكمة ديالها، بالفقصة ماتت. الأب عنده شي كدا 90 سنة، بقى مسكين عايش بوحديته لأن هي الوحيدة اللي كانت كتصرف عليهم وتقوم بهم وكل شيء. ماتت المرأة تبعها الأب. السيدة وصل ليها الخبر للحبس،
عامين وهما طالعين بها هابطين بها للسبيطار، في ظرف عامين. إنا لله وإنا إليه راجعون. كثرة الفقصة ركبوا فيها جميع الأمراض وتوفات مسكينة. غنخلي لكم التعليق. شنو كيبان لكم في هاد الشي؟ شكون الضحية وشكون المجني وشكون المجني عليه وشكون اللي غلط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسرة مشات كاملة بسبب غلطة، بسبب واحد قليل الدين، وتا هي صراحةً تا هي غلطات. ولو يكون خطوبة ويكون عقد في هاد الزمان دابا العقد وما بقاش دابا نعاود لكم واحد القصة على العقد. الإنسان بالعقد ديالو شنو كيوقع ليه. عطيوني التعاليق ديالكم. قصة مؤلمة، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يرحمهم جميعًا. عطيوني التعاليق ديالكم في هاد القصة كي جاتكم. كتجيكم البنت يعني واش هي ضحية أولا حتى هي جانية على نفسها، لأن جنات على نفسها لما سلمت أمرها لداك السيد، وهي ما كتعرفوش لا شكون باه ولا شكون مو، واحد غير كيخدم تما وغتسلمي له نفسك وتوصلي معاه حتى الحمالة كاع. كي جاكم هاد السيد واش استحق المآل اللي مشى فيه؟ المهم نتسنى التعاليق ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.